أن فلاحا كان يمتلك حمارين. قرر في يوم من الأيام أن يحمل على أحدهما ملحا وعلى الآخر صحونا وقدورا فارغة. انطلق الحماران بحمولتهما، وفي منتصف الطريق شعر الحمار حامل الملح بالتعب والإرهاق، حيث إن كمية الملح كانت أكثر وأثقل من القدور الفارغة. بينما كان حامل القدور سعيدا بحمولته لأنها كانت أقل وأخف على كل حال، قرر الحمار حامل الملح من شدة الإعياء أن ينغمس في بركة من الماء كانت بجوار الطريق كي يستعيد قواه التي خارت من وطأة الملح. فلما خرج من البركة شعر بالنشاط، شعر وكأنه بعث حيا من جديد، فقد ذاب الملح المحمل وخف وزنه ذاب في البركة وخرج نشيطا. كأن لم يمسه تعب من قبل. لما رأى حامل القدور ما نزل على صاحبه من نشاط، قرر بدوره النزول إلى البركة لينال ما نال صاحبه بالنشاط. فامتلأت القدور بالماء، فلما أراد أن يخرج من البركة كان ظهره انقسم قسمين من وطأة القدور المحملة بالماء. ما يفيد غيرك قد لا يفيدك بل يضرك، فاحذر أن تتقمص شخصية هي لا تشبهك. حافظ على مقاسك. قالت له والدته: إذا أكملت طعامك ستخرج معي. أكمل طعامه وقال لها: أمي هيا نذهب. وردت عليه: تأخر الوقت وفي الخارج شبحا يأكل الصغار، لا نستطيع الخروج الآن. جلس حزينا وهو يسمع أصوات أطفال وهم يلهون في الشارع ولم يلتهمهم شيء. وتستمر الحكاية. كبر قليلا ودخل المدرسة. أخبرهم المعلم أن من يحسن السلوك سوف يأخذه في رحلة نهاية الأسبوع. بذل جهده ليكون أول المختارين للرحلة. وانتهى الأسبوع وسأل معلمه: متى نذهب إلى الرحلة؟ إجابة المعلم: عن أي رحلة تتكلم؟ في البيت وجده أبوه يذاكر دروسه. قال له: إذا نجحت سوف أشتري لك دراجة رائعة. انتهى العام الدراسي وكان الأول على صفه. سأل والده: أين دراجتي؟ قال له الأب: الدراجة ستعرضك للحوادث، ذاك منها. كبر الولد وأصبح بارعا في الكذب والخداع، والكل يسأل: من أين أتيت بهذا الخلق الذميم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأملوها جيدا. هكذا نزرع في نفوس أطفالنا القيم. خلال حفل زفاف
شاهد أحد الحضور معلمه الذي كان يدرسه في المرحلة الابتدائية قبل نحو 35 سنة. أقبل الطالب بلهفة واشتياق على معلمه بكل تقدير واحترام، ثم قال له بشيء من الخجل والخزي: هل تتذكرني يا أستاذي؟ فقال المعلم العجوز: لا يا بني. فقال الطالب بصوت خافت: كيف لا؟ فأنا ذلك التلميذ الذي سرق ساعة زميله في الصف. وبعد أن بدأ الطفل صاحب الساعة يبكي، طلبت منا أن نقف جميعا ليتم تفتيش جيوبنا. أيقنت حينها أن أمري سينفضح أمام التلاميذ والمعلمين، وسأبقى موضع سخري، وستتحطم شخصيتي إلى الأبد. أمرتنا أن نقف صفا، وأن نوجه وجوهنا للحائط، وأن نغمض أعيننا تماما. أخذت تفتش جيوبنا، وعندما جاء دوري في التفتيش سحبت الساعة من جيبي وواصلت التفتيش إلى أن فتشت آخر طالب. وبعد أن انتهيت طلب منا الرجوع إلى مقاعدنا، وأنا كنت مرتعبا من أنك ستفضحني أمام الجميع. ثم أظهرت الساعة وأعطيتها للتلميذ، لكنك لم تذكر اسم الذي أخرجتها من جيبك. وطوال سنوات الدراسة الابتدائية لم تحدثني أو تعاتبني، ولم تحدث أحدا عني وعن سرقتي للساعة. ولذلك يا معلمي قررت منذ ذاك الحين ألا أسرق أي شيء مهما كان صغيرا. فكيف لا تذكرني يا أستاذي وأنا تلميذك، وقصتي مؤلمة ولا يمكن أن تنساها أو تنساني؟ ربت المعلم على ظهر تلميذه وابتسم قائلا: بالطبع أتذكر تلك الواقعة يا بني. صحيح أني تعمدت وقتها أن أفتشكم وأنتم مغمضي أعينكم كي لا ينفضح أمر السارق أمام زملائه، لكن ما لا تعلمه يا بني هو أنني أنا أيضا فتشتكم وأنا مغمض العينين، ليكتمل الستر على من أخذ الساعة ولا يترسب في قلبي شيء ضده. هكذا هو المعلم.